5 آيات في كتاب الله جل وعلا تجعل الشيطان اللي موجود في جسمك يقول لك ابوس ايدك كفايه، انا خلاص. لو عندك انتفاخ في المعده راح الانتفاخ، عندك الم في الظهر راح الالم، عندك صداع راح الصداع. اي اذى كان مسببه ليك الشيطان ده هتبص تلاقي ان في عجائب شديده جدا في تفتيت كل قدرات هذا الشيطان وازالته من جسدك تماما. هتقرا قوله تعالى من سوره النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه وانت مضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اخر قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أين يبعثون. سترى عجائب قدرة الله عز وجل في خادم السحر. جربها هتلاقي كل الألم راحت من عندك. شركة الغير